ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. قال العلامة الشيخ أحمد الطيبي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر الهجري رحمه الله، توفي سنة 79 و900 هجرية، في منظومته المسماة المفيد في التجويد. منظومة المفيد في التجويد منظومة مفيدة جدا وفيها أبحاث رائعة، هي تقريبا 193 بيتا، وقد شرفني الله عز وجل بتحقيقها وطباعتها منذ سنين طوال ولله الحمد. فمن جملة هذه المنظومة يقول الإمام الطيبي كما نرى أمامنا: وكل مضموم، يعني كل حرف مضموم، فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. إذا لا بد من ضم الشفتين إلى الأمام. وتعلمون أيها الإخوة أن كلمة ضمة مفعول مطلق مؤكد للفعل. ثم قال رحمه الله: وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. لاحظتم أنه قال بانخفاض الفم، هنا أطلق الفم وأراد الفك السفلي، يعني أطلق الكل وأراد البعض وهو الفك السفلي. وأعود فأقول: انخفاض الفك هذا أمر ظاهر، لكن في حقيقة الأمر لا بد من ارتفاع وسط اللسان الذي به يحدث الكسر. ثم قال: والمفتوح بالفتح افهمي، يعني افهم ما قلته لك، والحرف المفتوح يخرج بفتح الفم. إذا سميت الفتحة فتحة لأنها تخرج بفتح الفم، سميت الضمة ضمة لأنها تخرج بضم الشفتين، وسميت الكسرة كسرة أو حركة الخفض لأنها تخرج بخفض الفك السفلي. ثم بين رحمه الله حقيقة الأمر فقال: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. ثم فسر ذلك فقال: أي مخرج الواو، هذا بالنسبة للضمة. ثم قال: ومخرج الألف، هذا بالنسبة للفتحة. ثم قال: والياء في مخرجها الذي عرف، هذا بالنسبة للكسرة. ثم أكد الأمر فقال رحمه الله: فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متما كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما افهمه تصب. هكذا قال رحمه الله. ويا ليتكم أيها الإخوة، وخاصة منكم من كان يعني يريد أن يكون من المتقنين ومن الحفاظ الماهرين لكتاب الله، أن تحفظوا هذه الأبيات السبعة. هذه الأبيات السبعة هامة جدا، أعيدها على السريع: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهمي. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف. فإن ترى القارئ لن تنطبقا شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متما كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منه مفهمه تصب. هكذا أيها الإخوة، بينت لكم هذا المبحث الذي اسمه إتمام الحركات.